الكيلو منها وصل 150 جنيه، فاحنا لازم نعملها في البيت. عملت كيلو دقيق طلع لي 2 كيلو قراقيش مع كوباية الشاي بقى الصبح في نص اليوم في اخر اليوم. ملهاش حل. دي علبة كده موجودة على الرخامة، لازم تبقى موجودة. اول حاجة خالص جبت كيلو دقيق وحطيت عليه معلقتين كبار سكر، رشة ملح، معلقتين كبار ينسون، عايزة تحطي شمر براحتك، معلقة صغيرة من بيكنج باودر، كيس خميرة فورية. كله كده على بعضه على بعضه هيطلع احلى قراقيش او منين سادة او باليانسون بالعجوة بالملبن اللي انت عايزاه. ومعلقة صغيرة من ريحة الكحك، وكوباية ونص من الزيت، اي نوع زيت عندك، ونص كوباية من السمنة. كل الكلام ده كده، لا استني كمان نحط كوبايتين مية دافية، وكله بقى يتعجن مع بعضه. مش هتزودي نقطة مية زيادة ولا نقطة دقيق. المقادير مظبوطة بالملي وهتنجح معاكي من اول مرة ان شاء الله. هنعجن كل الكلام ده كويس قوي بقى لحد ما نكون عجينة كده محترمة. نعجنها كده 10 دقايق عشان تكون ناجحة معايا. هنلم بقى كل الكلام ده. طبعا مع العجن المية هتختفي تماما، مش هيبقى فيه اي مية، ولا هنعجنها بقى بلبن ولا بأي حاجة مكلفة. احنا عجناها بالمية، هي كوباية ونص زيت بس. وسبتها خمرت نص ساعة وبقت بالجمال ده. وبعد كده هجيب حتة منها كده على طبق او على صينية وافردها، وبعد كده الفها رول. ده هيخليلك القراقيش من جوه هشة كده ومش مكتومة. وهنلفها رول بالشكل ده، وبعد كده نبططها ونقطعها بالسكينة. احلى قراقيش ممكن تعمليها وبمقادير مظبوطة ومقادير سهلة وبسيطة ومش مكلفة ومعمولة في البيت. و2 كيلو دقيق، يعني كيلو دقيق عمل لي 2 كيلو قراقيش، يا بلاش بجد. هنقطع بقى بالحجم اللي انت عايزاه، صغيرة كبيرة، وبعدين نرصها في الصينية. يفضل صواني ألمونيا علشان ما تتلسعش مننا. ودرجة حرارة الفرن على 200. اول ما تاخد وش من تحت كده نولع عليها الشوايه حاجه بسيطه ونطلعها، وهي بقى ايه هتنشف كده لما تتهوى. بصوا الجمال ما شاء الله، الكميه تحفه بجد. يعني مليت العلبه على الرخامه وكلنا كمان منها. لذيذه وسهله وسريعه جدا، جربوها وهتدعولي.